If you can't live the injustice, at least tell everyone about it. متابعينا الكرام في كل مكان، اهلا بكم معانا في حلقه جديده. اذا انتهت مباراه السوبر الافريقي ما بين الاهلي والزمالك بفوز نادي الزمالك بضربات الجزاء وتتويجه ببطوله السوبر الافريقي للمره الخامسه في تاريخه. ومن موقع هذا وبكل روح رياضيه لازم نوجه التحيه ونوجه التهنئه لنادي الزمالك بفوزه ببطولة السوبر الأفريقي. توجيه التهنئة لنادي الزمالك وللعقلاء وأصحاب الروح الرياضية من مشجعيه ومن المنتسبين إليه، ده شيء لا يقلل مننا، وده شيء لازم يكون طبيعي طالما هم اللي لعبوا أحسن وهم اللي كانوا الأحق بالتتويج بالبطولة. كلنا شفنا المباراة امبارح وكلنا شفنا إيه اللي حصل في المباراة واللي هنتكلم عنه كمان شوية، وهنقول مع بعض إيه أسباب تتويج نادي الزمالك بالبطولة وايه الاسباب اللي ادت ان النادي الاهلي يظهر بالمستوى الغريب اللي ظهر بيه في مباراه امبارح واللي ادت لخساره النادي الاهلي لبطوله السوبر الافريقي. في البدايه كده وعلشان اللي لسه داخل معانا، لو انت مفكر ان انا هطلع هنا وهاجم مارسيل كولر وهطلع فيه القطط الفطسانه وهقول ده مدرب فاشل ومدرب لا يفقه شيء، فانصحك من دلوقتي ان انت تقفل الفيديو وتقفل الحلقه وتروح تشوف اي حاجه تانية، لان انا بمنتهى البساطه هنتقد مارسيل كولر في اللي حصل في المباراه، لكن لا هقلل من الراجل ولا هقول ده مدرب ما عندوش فكره ولا اي كلام من الكلام اللي بعض الناس عماله تقوله من امبارح للنهارده. لكن في البدايه كده وقبل ما نتكلم عن اي حاجه بخصوص المباراه، ما تنساش ان انت تدعي لاخواتنا في فلسطين، في لبنان، اليمن والسودان وفي كل دوله عربيه واسلاميه، ربنا ينصرهم ويعزهم ويجعل النصر حليفهم ان شاء الله. وما تنساش برضو ان انت تتابع الفيديو لاخره، ولو عجبتك الحلقه وعجبك المحتوى ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب ولايك وفولو شير. ويلا كده بقى جهز لنفسك مشروبك المفضل، شد حزامك وتعالى بينا علشان ندخل في التفاصيل. طيب صلي بينا على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام، وتعالى نقسم الحلقه معانا، وعلشان ما ناخدش وقت كتير في الكلام تعالى نقسم الحلقه لثلاث مستويات او لثلاث نقط. نقطه هنتكلم فيها عن مستر مارسيل كولر نفسه، نقطه هنتكلم فيها عن اللعيبه، والنقطة الثالثة هنتكلم فيها عن مجلس الإدارة. تعالى في الأول كده نبتديها بالنقطة الخاصة بمستر مارسيل كولر. مستر مارسيل كولر وكلنا عارفين من قبل المباراة ما تبتدي إن الراجل ما بيغيرش في التشكيل كتير، ولو هيغير هيبقى لاعب أو لاعبين بالكتير قوي، فكلنا كده قبل المباراة كنا عارفين التشكيل اللي هينزل بيه مستر مارسيل كولر اللقاء. وخلينا أقول لك في البداية والله 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 كمان مرة، ومش علشان كان هو السبب في إنه الجون يدخل فينا، ولكن أنا واحد من الناس عن نفسي كنت حاطط نفس التشكيل اللي مستر مارسيل كولر ده هيدخل بيه اللقاء ما عدا تغييرين اتنين بس. كان نفسي انه مستر مارسيل كولر يغيرهم في التشكيل اللي بدأ بيه المباراة. كان نفسي وعلى المستوى الشخصي انه واحد زي اشرف داري يبدأ المباراة مكان ياسر ابراهيم، وكان نفسي برضو على المستوى الشخصي انه رضا سليم يبدأ المباراة مكان بيرسي تاو. ولكن التشكيل اللي مستر مارسيل كولر بدأ بيه مباراة السوبر الافريقي امبارح هو نفس التشكيل اللي بدأ بيه مباراة جورماهيا الكيني في مباراة العودة اللي فاتت. بدأنا المباراة بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وعلى اليمين محمد هاني، وعلى الشمال يحيى عطية الله، واثنين قلب دفاع ياسر ابراهيم ورامي ربيعة، وقدامهم ثلاثي خط الوسط مروان عطية وامام عاشور واكرم توفيق، وقدامهم على اليمين بيرسي تاو، وعلى الشمال حسين الشحات، تحت راس الحربة الوحيد وسام ابو علي. تشكيلة طبيعية وتشكيلة ما فيش فيها اي مفاجآت لا بالنسبة لنا ولا بالنسبة لجماهير الزمالك ولا بالنسبة حتى كمان لجمهور مدرب الزمالك ولا لعيبة الزمالك. هي دي التشكيلة المتوقعة اللي هينزل بيها النادي الاهلي، وهي دي التشكيله المتوقعه اللي مستر مارسيل كولر يبدا بيها المباراه. ولكن بقى تعالى بقى للتفاصيل اللي حصلت في المباراه نفسها. عايز افكرك انه بعد نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا اللي فاتت، البطوله الثانيه عشر اللي احنا اخدناها قدام الترجي هنا في استاد القاهره، لما خرجت معاك هنا وقلت لك ان احنا كنا بنلعب جيم ريسكي جدا وجيم خطير جدا، ان احنا جبنا الهدف ورجعنا رجوع مفيش مبرر ليه خالص ورجوع مبالغ فيه، رجعنا لمنطقه جزائنا وبدانا ان احنا نستقبل اللعب، وبدا الترجي ان هو يهاجم علينا مره واثنين وثلاثه، وربنا سترها معانا في اكتر من مره، وكان ممكن الترجي تلطش معاه في مره ويسجل هدف التعادل وتبقى مشكله بالنسبه لنا. نفس الجيم ده احنا لعبناه امبارح بحذافيره، وبرده مش عارف ليه، وبرده مش عارف مستر مارسيل كولر في المباريات الاخيره اللي بيلعبها قدام الفرق الكبيره بقى بينتهج النهج ده وبقى بيلعب بالطريقه دي، يجيب جون ويرجع ينام عليه ونستقبل احنا اللعب ونفضل 90 دقيقه مضغوط على اعصابنا وحاطين ايدينا على قلبنا وخايفين لو واحده تلطش من
الفرقه اللي قدامنا وتيجي جون، وده اللي حصل امبارح في مباراه السوبر. المباراه اللي بدات وما كانش فيها حد احسن من التاني. الزمالك كان ماسك الكوره اكتر في الشوط الاولاني، ولكن احنا كنا الاخطر، احنا اللي وصلنا مره او اتنين اكتر من نادي الزمالك. ولكن مع ذلك برضو الشوط الاولاني ما كانش النادي الاهلي في احسن حاجه، وما قدمناش الكوره بتاعتنا اللي احنا عارفينها، ولاعيبتنا ما كانتش على قدر المستوى، وما كانش حد فيهم في الفورمه العاليه بتاعته، وما قدرناش ان احنا نعمل خطوره كبيره على نادي الزمالك. ولولا ستر ربنا معانا، ولولا ان الفار كان صاحي احتسب لنا ضربه جزاء صحيحه 100%، علشان بس ما نتكلمش كتير في الموضوع ده. ضربه جزاء صحيحه لاكرم توفيق على حمزه المسلوسي، وما كنتش شايف اي سبب للاعتراضات اللي اعترضها نادي الزمالك ولا لعيبه الزمالك ولا الجهاز الفني لنادي الزمالك. ضربه جزاء صحيحه بنسبه 100% زي ما بقول لك، والحمد لله دخل وسام ابو علي، وقدرنا ان احنا نحرز الهدف الاولاني ونسجل الهدف الاولاني لينا، وبقت النتيجه في صالحنا. ايه اللي خلانا بقى نرجع نستقبل اللعب في اللي اتبقى من الشوط الاولاني؟ 10 دقائق كاملين اللي احتسبهم حكم اللقاء وقت اضافي بدل ضايع، رجعنا لورا، مع العلم ان احنا كنا ممكن نكمل ضغط، وكنا ممكن نضغط اكتر على نادي الزمالك، وكنا ممكن نسجل هدف تاني، وكانت الامور هتبقى صعبه اكتر على نادي الزمالك قبل استراحه الشوط الاولاني. ولكن ده اللي ما حصلش. نادي الزمالك هو اللي مسك الكوره، وهو اللي بدا يروح علينا، وهو اللي بدا يعمل خطوره علينا. وبحق الله برضو كان ليهم ضربه جزاء صحيحه بعد تدخل عمر كمال عبد الواحد على لاعب نادي الزمالك. ضربه جزاء من وجهه نظري صحيحه، زي ما ضربه الجزاء بتاعتنا صحيحه. دي شايفها برضو ان هي ضربة جزاء صحيحة لنادي الزمالك. الشوط الاولاني خلص وعدت معانا بتسهيل ربنا، وكل حاجة زي الفل، ومتقدمين 1-0، والضغط هيبقى على نادي الزمالك في الشوط الثاني. ومن المتوقع انه نادي الزمالك هيهاجم علينا وهيفتح خطوطه، وهنستغل المساحات وهنستغل الهجمات المرتدة. لكن ولا اي حاجة من اللي انا بقول لك عليها دي حصلت في الشوط الثاني، ونزلنا الشوط الثاني اوحش كمان من الشوط الاولاني اللي انا بقول لك ما كناش فيه احسن حاجة. نزلنا الشوط الثاني مش شايفين قدامنا، والزمالك ضاغط علينا وزنقنا في نص ملعبنا، وهتك يا هجمات، ولا في عندنا لاعيبه فايقه، ولا في عندنا لاعيبه في مستواها، ولا شايف عندنا خط وسط بيتحكم في منطقه نص الملعب، ولا شايف عندنا اجنحه بتقدر ان هي تعمل هجمه مرتده. حتى وسام ابو علي كنت تحس ان هو في صحراء لوحده، مفيش اي حاجه بتوصل له. فضلنا على كده، والشيء اللي انا كنت مستغرب له ان مستر مارسيل كولر واقف بره على الخط زيه زينا بالظبط، لا بيعمل حاجه ولا بيكلم اللعيبه، ولا شفت اي تغيير حصل في الشوط الثاني قدام الضغط الرهيب اللي كان بيعمله نادي الزمالك علينا. وفي وسط كل ده عمل مستر مارسيل كولر تغييرتين من وجهه نظري اغرب من بعض جدا. وانت كسبان 1-0 وعايز تستغل المساحات اللي هتظهر لك، وعايز تستغل تقدم نادي الزمالك عشان يسجل هدف التعادل، تقوم بدري تقريبا في الدقيقه 60 كده تقوم ساحب امام عاشور، اللي انا متفق ان هو كان مستواه سيء جدا وبقاله فتره مستواه في النازل، ومش هو ده امام عاشور اللي احنا عارفينه. ولكن حتى لو برجل واحده امام عاشور ممكن يصنع لك الفارق في اي لحظه. تقوم ساحب انت امام عاشور، وساحب كمان بيرسي تاو اللي انا برضو بقول لك ان هو ما كانش في احسن مستوياته. وزي ما قلت لك هنا الحلقه اللي فاتت لو انت فاكر، قلت لك بيرسي تاو بغزاله، لو غزلته كويسه هتاخد منه شغل عالي، ولو غزلته وحشه مش هتشوفه اصلا في الملعب. ولكن ان انت تخرج 2 لعيبه اسلحه مهمه جدا عندك، فمن وجهه نظري انه ده قلل من امكانيات النادي الاهلي اكتر واكتر، وخصوصا في منطقه الاجنحه. ومع ذلك والتغييرات حصلت، ما شفناش اي جديد حصل في النادي الاهلي، برضه فضلنا زي ما احنا، برضه فضلنا بنستقبل اللعب وحاطين ايدينا على قلبنا. وكل شويه الزمالك عمال يبقى اخطر اكتر، وعماله لعيبته توصل لمرمانا اكتر، وعماله تضيع في هجمات اكتر، ومدرب الزمالك الناحيه الثانيه عمال ينزل في تغييراته، وعمال يعمل تغييرات هجوميه اكتر واكتر. وكل ده في الاخر نتج عن هدف مستحق لنادي الزمالك، هدف التعادل بعد اخطاء كارثيه حصلت من خط دفاع النادي الاهلي، بدايتها طبعا من يحيى عطيه الله اللي لعب كوره ملهاش اي لازمه بكعبه، مش شايف الملعب وظهره للملعب وبيلعب بكعبه. فالنتيجه ان الكره اتقطعت، ورامي ربيعه اللي كان مغطي في ظهره حاول ان هو يلحق اللاعب عمر جابر، ولكن عمر جابر كان اسرع، لعب العرضيه وفي غفله من ياسر ابراهيم، غفله ما تحصلش من مدافع بيلعب في درجه ثانيه، واقف مستني الكوره هي اللي تجيله علشان يجي من وراه ناصر منسي يسرقه ويسرقنا كلنا ويسجل هدف التعادل لنادي الزمالك. ياسر ابراهيم اللي من ساعه ما رجع من الاصابه مش هو ده مستواه اللي احنا عارفينه، مش هو ده مستوى ياسر ابراهيم اللي بيتميز بالصلابه وبالقوه الدفاعيه. علشان كده زي ما قلت لك كان نفسي ان مستر مارسيل كولر يبدا من بدايه المباراه باشرف داري، اشرف داري اللي عنده خبره اكتر، اللي كان بيلعب في مستوى اعلى في الدوري الفرنسي، اشرف داري اللي لسه كانت رجليه في الملعب من فتره قليله وكان لسه بيلعب مع فرقته، اشرف داري اللي عنده صلابه اكتر دفاعيه بيقدر يعمل التاكلينج. اشرف داري من وجهه نظري كان هو الحل الامثل في مكان زي ده. اتسجل فينا هدف التعادل، واستنيت بقى ان انا اشوف رد فعل من النادي الاهلي، وما شفتش اي حاجه من بعد الهدف غير شوطه حسين الشحات، الشوطه
الغلطه الوحيده اللي احنا عملناها في الشوط الثاني. ولك ان تتخيل انه شوط كامل، شوط ثاني 45 دقيقه، النادي الاهلي ما وصلش على مرمى الزمالك غير بتسديده حسين الشحات اللي سددناها بعد ما تسجل فينا هدف التعادل. كل اللي حصل ده وكل اللي انا بحكي لك عليه ده ما اقدرش الوم فيه غير مستر مارسيل كولر. مستر مارسيل كولر اللي بيلعب بنفس الاسلوب اللي لعبه قدام الترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا، لعب نفس الاسلوب قدام نادي الزمالك. ولو ربنا كان سترها معانا مره او اتنين والحظ وقف جنبنا مره او اتنين او تلاته، فالحظ مش هيقف جنبنا على طول، ومش هنفضل نلعب نفس الجيم الدفاعي نسجل هدف وننام عليه، لان دي مش طريقتنا ولا ده اسلوب لعبنا. النادي الاهلي قبل المباراه لو سالت اي حد هيقول لك انه النادي الاهلي هو الاعلى فنيا، هو اللي قيمه لاعيبته وكفاءه لاعيبته ومستوى لاعيبته اعلى من نادي الزمالك. كان لازم النادي الاهلي هو اللي ينزل ضاغط، هو اللي ينزل فارض طريقه لعبه على نادي الزمالك. لكن للمباراه الثانيه على التوالي، ولو اخدت بالك جوزيه جوميز مدرب الزمالك لما بيلاعب مستر مارسيل كولر بيقدر ان هو يتعامل معاه صح جدا، بيقدر ان هو يستغل اخطاء لاعبتنا وبيلعب عليها، وبيقدر ان هو يحقق الفوز الثاني ليه على مستر مارسيل كولر. بصراحه شديده اداء سيء جدا من مستر مارسيل كولر في ادارته للقاء، اداء سيء جدا من تحفيزه للاعبين، اداء سيء جدا منه وهو واقف على خط الملعب بره شايف انه في حاجه غلط زيه زينا في ارض الملعب، شايف انه مش هي دي لاعيبته، مش هي دي الفورمه بتاعتها، شايف انه في حاجه غلط ما بتتنفذش في ارض الملعب. لا عارفين نوصل شوط كامل تاني، لا عارفين نوصل لمرمى نادي الزمالك، ومع ذلك كان زيه زينا واقف بره الملعب ما بيعملش اي حاجه. بصراحه ومن غير اي مجاملات في الكلام، جوزيه جوميز قدر ان هو يتفوق تفوق كاسح امبارح في مباراه امبارح على مستر مارسيل كولر. لازم مستر مارسيل كولر بقى يقف وقفه مع نفسه ويحاول ان هو يتخلى عن اسلوبه اللي هو بينتهجه بقاله فتره قدام الفرق الكبيره. لازم يتخلى بقى عن حته ان انا اسجل هدف وارجع ادافع وامن الهدف، لانه دي مش طريقه مارسيل كولر ولا دي طريقتنا اللي احنا اتعودناها معاه، ومش هي دي الطريقه اللي هتفضل شغاله معانا واللي هتفضل منجحانا على طول. مش كل الفرق اللي هنقابلها هنقدر ان احنا نقفل قدامها ال90 دقيقه. ممكن تبقى عندنا منظومه قويه ومنظومه دفاعيه قويه وفرقه جماعيه بتعرف ان هي تدافع، ولكن الموضوع ده مش هيبقى معانا ومش هيساعدنا في كل مباراه هنلعبها قدام فرقه كبيره. لازم مستر مارسيل كولر يقعد مع جهازه المعاون ويقعد مع نفسه ويحاول ان هو يتخلى عن اسلوبه ده، خصوصا ان احنا عندنا مباريات قويه جايه كتير، وعندنا مباراه عين اماراتي فريق اصعب كمان من نادي الزمالك، وفريق اقوى واشرس وعنده لعيبه بكواليتي اعلى بكتير من لعيبه نادي الزمالك. فان انت تلعب معاه بنفس الطريقه دي معناها ان انت بتنتحر قدامه كرويا زي ما عملت قدام نادي الزمالك بالظبط. ماتش سيء جدا من مستر مارسيل كولر من وجهه نظري، ومن أسوأ الماتشات اللي شفتها المستر مارسيل كولر مع النادي الاهلي من ساعه ما تولى الاداره الفنيه للنادي الاهلي. نيجي بقى للنقطه الثانيه وهي نقطه اللاعيبه نفسها. اللاعيبه اللي زي ما بقول لك كده وزي ما قلت لك من شويه اغلبهم ما كانش في مستواه، ما كانوش شايفين قدامهم، وحاجه غريبه جدا تحس ان اللاعيبه كانت خارج الفورمه، خارج التركيز، خارج اي حاجه ليها علاقه من المباراه، وكاننا بنلعب مباراه وديه، وكاننا ما بنلعبش مباراه قاريه، مباراه ببطوله، مباراه مهمه في بدايه موسم ببطوله قاريه هتضيف لينا وهتضيف ليهم. اللعيبه اللي كان اغلبهم سيئين جدا في المباراه، بدايه من محمد الشناوي واللي كنت بدافع عنه كتير جدا. محمد الشناوي اللي قدر ان هو يتصدر اكتر من هجمه من نادي الزمالك، ولكن مستواه طول المباراه كان متذبذب، كان في كرات كتير بتقع منه في ارض الملعب مش قادر ان هو يمسكها من مره واحده. والخطا الجسيم بقى من محمد الشناوي هو لما وصلنا لضربات الجزاء، والمفروض ان انت لما تيجي تقارن محمد الشناوي بمحمد عواد في ضربات الجزاء، لا الخبره والتاريخ والاحداث السابقه وضربات الجزاء اللي فاتت تقول لك ان محمد الشناوي اعلى بكتير من محمد عواد، ولازم انه الكفه تبقى في مصلحه محمد الشناوي مش في مصلحه محمد عواد. انا اقدر افهم انه حارس مرمى لما تتشاط عليه ضربه جزاء لو هو اترمى في ناحيه والكوره جت في الناحيه الثانيه ما اقدرش الومه، لكن لما حارس تتشاط عليه ضربتين جزاء بالتحديد وهو يروح مع الضربتين جزاء والكورتين مش قويتين، كل اللي غايظني ان الكورتين ما كانوش بالقوه اللي تخليهم تدخل جوه المرمى، الشناوي يروح معاهم ما يمدش ايده شويه كمان عشان يصد الكوره. يا ابو الكباتن انت رايح مع الكوره وفي اتجاه الكوره، لو مديت ايدك سنتي كمان وانت بتتميز بالطول، لو مديت ايدك شويه كمان هتصد الكوره دي او الكوره دي. لكن محمد الشناوي وبطريقه غريبه جدا بيروح مع الكوره والكوره سهله ومش قويه زي ما بقول لك، والكوره بتدخل منه هدف، وفي الاخر بيعمل الرياكشن الغريب اللي احنا كلنا شفناه ده، الرياكشن اللي بيوضح لك ان محمد الشناوي ما كانش في مستواه وما
وما كانش في حالته الذهنيه اللي تخليه مركز في المباراه. ومن هنا وزي ما كنت واقف كتير مع محمد الشناوي، احب اقول من هنا برضو ان محمد الشناوي بقى بعد اللي حصل ده لازم ياخد فتره راحه يقعد فيها على الدكه، ومفيش حد في النادي الاهلي اكبر من الدكه. كل اللعيبه تقعد على الدكه طالما انت مش في مستواك، تقعد على الدكه. ولازم محمد الشناوي بقى يرجع يقعد على الدكه، ونسيب فرصه كبيره بقى لمصطفى شوبير ان هو يقف من تاني في حراسه مرمى النادي الاهلي. طالما محمد الشناوي مش في احسن احواله، هي دي سنه الحياه، والتبادلات والتغييرات في حراسه المرمى سنه من سنن الحياه لازم ان احنا نشوفها. ولازم انه مصطفى شوبير ياخد بقى دوره وياخد فرصته في حراسه مرمى النادي الاهلي. مش بس محمد الشناوي هو اللي كان وحش، اغلب لاعيبه النادي الاهلي كانت خارج مستواها. ياسر ابراهيم، اكرم توفيق اللي انا كنت شايف ان هو لازم يتغير بدل امام عاشور. زي ما قلت لك من شويه كده، امام عاشور كان سيء وكل حاجه، ولكن كان هو يفضل في الملعب كان يقدر يعمل لك الفارق. واكرم توفيق من وجهه نظري اللي كان عنده امبارح ميس باص كتير جدا، كان هو لازم اللي يخرج، خصوصا ان هو كان واخد انذار وكان معرض ان هو ممكن ياخد انذار تاني ويطرد من المباراه. حسين الشحات وبيرسي تاو اللي هم برضه هم كمان ما كانوش في مستواهم، وكنا بنلعب تقريبا من غير اجنحه، ما شفناش اي خطوره منهم وما عملوش اي حاجه غير التسديده اللي شاطها حسين الشحات. واسامه ابو علي اللي ما اقدرش الومه كتير، ما وصلتلوش كور كتير وما فيش حد قدر يدعمه وقدر يوصله كتير، ولكن وسام ابو علي هو كمان مش هو ده وسام ابو علي في الثلاث ماتشات اللي احنا لعبناهم لغايه دلوقتي، الاثنين اللي قدام جورماهيا وماتش نادي الزمالك، مش هو ده وسام ابو علي بتاع السيزون اللي فات. وسام ابو علي لسه بعيد جدا عن مستواه اللي كان عليه السيزون اللي فات، لسه بعيد ذهنيا، لسه بعيد لياقه بدنيه، ولازم يشتغل شغل اكتر من كده على نفسه. لاعيبه النادي الاهلي ان من وجهه نظري ما كانش عندها التحضير الكافي للمباراه، وباين جدا عليهم ان هم كان عندهم نوع من الاستهتار بالمباراه، وباين جدا عليهم ان هم ما كانوش في تركيزهم ولا كانوا في لياقتهم البدنيه، وما كانوش مديين للمباراه الاهميه اللازمه ليها. واذا كنت بحمل مستر مارسيل كولر مسؤوليه كبيره جدا في المباراه، فلاعيبه النادي الاهلي هي كمان تتحمل نصيب كبير جدا من المستوى اللي ظهروا بيه في مباراه القمه امبارح. النقطه الثالثه بقى اللي لازم نتكلم عليها وهي مجلس الاداره. واحب اقول لمجلس الاداره، وقلت لك الحلقه اللي فاتت، يا رب ما نندمش على القرار اللي اخده مجلس الاداره بان احنا ما نتعاقدش مع لاعب اجنبي خامس وما نتعاقدش مع لاعب محلي تاني يعزز من قوه الفرقه. ولكن جه الرد سريعا، وفي اول مباراه بعد الحلقه، وفي مباراه القمه، وفي مباراه السوبر، وفي مباراه السوبر الافريقي، ندمنا فعلا ان احنا ما تعاقدناش مع لاعب خامس اجنبي، ما تعاقدناش مع لعيبه مصريه تانيين، ما عملناش سوق انتقالات محترم. وهو ده الرساله لمجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب واللجنه التخطيط في النادي الاهلي. هل انتوا راضيين عن المستوى اللي احنا ظهرنا بيه امبارح؟ هل انتوا راضيين على ان دكه البدلاء اللي كانت معانا امبارح مش هي دي دكه البدلاء القويه اللي كانت عندنا السيزون اللي فات؟ دكه البدلاء اللي انا كواحد من الناس لما نزل تشكيل امبارح بصيت عليها ما لقيتش فيها اي حد ممكن ينزل يضيف للفرقه غير ممكن رضا سليم اللي لما نزل برده ما كانش في احسن مستوياته وما لعبش غير 10 دقائق، ومحمد مجدي قفشه اللي برده ما عملش الاضافه الكبيره. فهل انتوا راضيين عن دكه البدلاء دي؟ وهل انتوا راضيين عن سكواد الفرقه اللي احنا نزلنا بمستواه ده؟ مشينا لعيبه مهمه وما قدرناش ان احنا نعوضها بلعيبه تانية. هل انتوا راضيين عن مستوى اسامه ابو علي ده اللي مش لاقي معاه اي مهاجم تاني يحمسه ويخليه دايما في حاله تركيز؟ وسام ابو علي اللي مش شايف حد تاني نفسه في الفرقه، كهربا بعيد جدا، وبالتالي وسام ابو علي عارف ان هو حتى لو في مستوى وحش زي اللي كان فيه امبارح وفي المباراتين بتوع جورماهيا، فهو عارف ان هو حتى لو في المستوى الوحش ده محدش هيقدر يخرجه بره الملعب، لان هو ما عندوش المنافس اللي يقدر ان هو يتنافس معاه في مركز الهجوم. فهل انتوا راضيين عن المستوى ده؟ هل انتوا راضيين عن مستوى الاجنحه بتوعنا اللي احنا ما قدرناش ان احنا ندعم؟ خرجنا احمد عبد القادر وخرجنا الداوي كريستو وما قدرناش ان احنا نجيب لعيبه تحل محلهم. هل انتوا راضيين عن مستوى بيرسي تاو ده اللي بيلعب على سطر وبيسيب سطر مره فوق ومره تحت؟ راضيين عن مستوى طاهر محمد طاهر اللي بيقدمه؟ راضيين عموما عن مستوى الاجنحه في النادي الاهلي؟ هل انتوا راضيين عن موسم التعاقدات وعن ميركاتو التعاقدات في النادي الاهلي لغايه دلوقتي، وشايفين لسه انه هي دي الفرقه اللي نكمل بيها في اهم موسم من مواسم النادي الاهلي في تاريخه؟
هل شايفين ان السكواد ده هو اللي يقدر يخلينا نقف قدام العين الاماراتي، ولو عدينا من قدام العين هو ده السكواد اللي يخلينا نقف قدام الفرقه اللي هنقابلها في نص النهائي الانتر كونتيننتال او في النهائي؟ هل انتوا شايفين ان هو ده السكواد اللي نقدر ندخل بيه دوري ابطال افريقيا ونحافظ بيه على اللقب بتاعنا ونسعى ان احنا نحقق اللقب ال 13؟ اسئله كلها موجهه لمجلس اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط في النادي الاهلي عن موسم التعاقدات الغريب والكارثي اللي احنا بنعمله في النادي الاهلي، وان احنا قللنا كتير جدا من المستوى الفني ومن القيمه الفنيه للفرقه بتاعتنا. اتمنى من كابتن محمود الخطيب واتمنى من مجلس الاداره كله ومن لجنه التعاقدات ان هي تقعد تتفرج على ماتش الزمالك ده كتير علشان تشوف مستوى الفرقه اللي احنا وصلنا له ومستوى فرقتنا اللي وصلت له، وان احنا كنا قد ايه سيئين في الملعب ونستحق الهزيمه. واتمنى منهم ان هم لما يشوفوا كل ده يلحقوا لو في وقت يلحقوا ان هم يراجعوا انفسهم ويلحقوا نفسهم، ونقدر ان احنا نعمل تعاقدات تليق بمستوى النادي الاهلي وتليق باسم النادي الاهلي وتليق بجمهور النادي الاهلي وتليق بالمنافسات اللي داخل عليها النادي الاهلي. خلصت المباراة وزي ما قلت لك في البداية نادي الزمالك هو اللي كان احق، هو اللي كان عنده الحمية اكتر، هو اللي كان عنده نزعة الفوز اكتر، هم اللي كان عندهم الاصرار اكتر، هم اللي لعبوا احسن طول فترات المباراة، وبالتالي هم اللي يستحقوا المكسب بنسبة 100%. مش هطلع اكدب عليك ومش هطلع اقول لك ان احنا كنا الاحسن وهم اللي خطفوا الفوز مننا، لا، هم اللي كانوا الاحسن، هم اللي كانوا الافضل، وبالتالي هم اللي يستحقوا الفوز. مباراة وعلى الرغم من ان احنا زعلانين ان احنا ما قدرناش نحقق لقب السوبر فيها للموسم الثاني على التوالي، ولكن الحمد لله ان هي جت في بدايه الموسم عشان تدينا قلم على وشنا، تفوقنا كويس جدا وتفوق اللعيبه وتفوق مستر مارسيل كولر وتفوق مجلس الاداره وتقول لنا انه في حاجات كتير لازم تتصلح داخل الفرقه وحاجات كتير لازم يعاد ترتيبها من اول وجديد داخل فرقه النادي الاهلي. لازم نلحق نفسنا كويس جدا من دلوقتي لغايه مباراه العين اللي جايه، لان احنا مش هنسمح انه اللي حصل في مباراه الزمالك ده يتكرر قدام نادي العين، اللي هرجع واقول لك ان هو سكوادا اعلى من نادي الزمالك، ان هو كقيمه فنيه وكمستوى اداء اعلى من نادي الزمالك، وبالتالي مش هنسمح انه اللي حصل ده يتكرر قدام نادي العين عشان النتائج هتبقى اصعب وهتبقى اوحش من كده. ده كان كل اللي عندي في حلقتنا النهارده. محتاج برضو ان انا اسمع رايك في التعليقات. قول لي شايف المستوى الغريب اللي ظهر بيه النادي الاهلي ده كانت ايه اسبابه؟ شايف مين كان احسن لاعب لو كان في حد احسن لاعب عندنا في النادي الاهلي، ومين كان اسوأ لاعب؟ وتحمل لمين مسؤولية الهزيمة ومسؤولية ضياع لقب السوبر الافريقي؟ تفاعل مع الحلقة وقول لي رأيك في التعليقات. ولو انت لسه ما اشتركتش في القناة انزل على طول بقى، يلا اعمل سبسكرايب للقناة، وما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وفولو وشير. ما تنساش في الاخير ان انت تدعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويعزهم ويجعل النصر حليفهم ان شاء الله. ربنا ينصر اخواتنا في لبنان وفي اليمن وفي سوريا وفي السودان وفي كل الدول العربية والاسلامية يا رب العالمين. اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات جديدة وفي مناسبات احسن ان شاء الله، واحنا كسبانين واحنا منتصرين. اشوفكم على خير ان شاء الله. استودعكم الله. السلام عليكم.